تخيل تشتري بيت قديم وبعد كام يوم تكتشف ان هو سامعك وبيرد عليك. في سنة 2010 عيلة أمريكية اشترت بيت قديم في ولاية نيويورك. بيت كان مهجور بقاله أكتر من 10 سنين. في الأول الموضوع كان عادي لحد ما بعد كام أسبوع بدأوا يسمعوا أصوات غريبة، خطوات طالعة على السلم، همسات خافتة، أبواب بتفتح وتقفل لوحدها مع إن مفيش جيران قريبين ولا أي مصدر للصوت. لكن الرعب الحقيقي بدأ لما البيت نفسه بدأ يرد عليهم. مرة سألوا البنت الصغيرة لعبتك فين؟ فجأة نور أوضة الألعاب فتح لوحده بشكل غريب، ومرة واحدة يقفلوا التلفزيون فيشتغل تاني لوحده على قناة محدش يعرفها. وفي ليلة مرعبة كاميرات المراقبة سجلت أصوات بتقول أسماء أفراد العيلة بصوت واطي ومتردد كأن حد بيندى عليهم من جوه الحيطان. العيلة استعانت بخبراء للظواهر الغريبة، فتشوا البيت كله، مفيش أي أسلاك بايظة ومفيش أي حد مستخبي، وما كانش فيه برضه أي تاريخ جرائم أو حوادث حصلت في البيت، يعني مفيش أي حاجة غامضة في المكان. وبعد سنة كاملة من الأحداث العيلة دي ما قدرتش تستحمل ومشيت. الغريب بقى إن لما فريق الصيانة دخل البيت بعد ما كان مقفول من فترة لقوا حاجات متبعترة كأن كان في حد عايش وفجأة مشي، رغم ان البيت كان متأمن ومحدش بيدخله. السؤال هنا بقى، لو ما كانش في حد جوه البيت يبقى مين كان بينادي عليهم ومين كان بيرد؟